ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اولا حابب اعرفكم بنفسي. انا اسمي محمود، دفعه اتصالات والكترونيات 2025 هندسه اسكندريه. بدايه كده انا حابب اعمل لكم الدليل ده ليكم لاي حد داخل هندسه اسكندريه لسه جديد، فان شاء الله يكون مفيد ليكم. اولا اكلمكم عن نظام كل ماده. عندنا كل ماده بيكون الدرجات بتاعتها متقسمه لحاجتين: فاينل واعمال سنه. طيب عندنا مثلا مادة زي الرياضة والميكانيكا، دول بيكون ليهم محاضرة، بتلاقي الدكتور دخل يشرح لك المادة العلمية وحل معاك سؤالين على كأنه تطبيق يعني على اللي هو شرحه. وبعدها بعد المحاضرة بينزل لك حاجة اسمها شيت. في الشيت ده وانت بتروح السكشن بتلاقي المعيد بيحل معاك مسائل من الشيت. طيب بالنسبة للكويزات، ايه هي الكويزات؟ عندك في اي وقت من الترم بتاعك هتلاقي الدكاترة او المعيدين بيقولوا لك هيكون عندك كويز في الميعاد الفلاني. طيب لو الكويز ده هيتعمل في جوه المحاضرة فانت بتروح المحاضرة وتاخد الكويز بتاعك. لو في السكشن بتروح برضو السكشن وبتاخد الكويز بتاعك. طب ايه هو الكويز ده؟ بيكون عبارة عن زي كأنه امتحان مصغر كده، بيكون سؤالين ولا حاجة وبتحله وبتاخد درجتك عليه. وطبعا ده بيتحسب من ضمن درجات أعمال السنة. كل مادة برضو بيكون ليها امتحان ميد ترم وامتحان فاينل. امتحانات الميد ترم ما بيكونش يعني ما بين كل امتحان والتاني ما بيكونش فيه أيام فاضية، ولكن امتحانات الفاينل بتكون قبل كل امتحان، بيكون قبل يومين أو 3 كمان. طيب خلينا نشوف مادة زي الفيزياء. برضو المادة دي بيكون فيها محاضرة وبيكون فيها سيكشن، وبس المختلف في الفيزياء إن هي بتكون ليها معمل. يعني إيه معمل؟ يعني أنت بتروح معمل كده بناء على الكلام النظري اللي أنت أخدته في المحاضرات، بتروح تطبق تجارب عملية جوه المعمل. المعمل بتاعك بيكون فيه، بيبقى معاك كتاب عملي، كتاب معمل سوري. كتاب المعمل انت بتروح تعمل التجربة وتاخد قرايات كده من التجربة وبتسجلها في كتاب المعمل، وفي آخر السنة بتسلم الكتاب وبتاخد درجات عليه. طبعا الدرجات اللي بتاخدها في كتاب المعمل بتكون من ضمن أعمال السنة. غير بقى ان هي في الرياضة في الميكانيكا بيكون في كويزات. في الفيزياء الوضع مختلف، بيكون عندك امتحان شفوي. الامتحان الشفوي بيكون الدكتور بيقعدكم كده في مثلا في المدرج او حاجه او جوه المعمل، ويعدي عليكم ويسأل كل واحد فيكم سؤال شفوي، وبناء على اجابتك برضو بتاخد الدرجات. اوكي. عندنا ماده زي الرسم بيكون فيها المحاضره بتاعتها، الدكتور بيخش يشرح لك وبيقول لك ازاي ترسم وايه الخطوات اللي المفروض تعملها، وفي السكشن بقى بتروح تطبق. طيب سكشن الرسم بيكون مختلف عن باقي السكاشن ليه؟ لان الشيت اللي بينزل لك بعد محاضرة الرسم هتلاقي مطلوب منك كام سؤال تحله في البيت وبتروح تسلمه في سيكشن الرسم. في سيكشن الرسم بناء على الرسومات اللي هتسلمها بتتقيم عليها وبتاخد الدرجات بتاعتك. اوكي. ممكن كمان في السيكشن يطلبوا منك ترسم رسمة معينة من الشيت، فطبعا انت لازم تكون عارف الأسئلة اللي في الشيت كلها بتتحل ازاي، عشان انت ممكن يطلبوا منك ان انت تحل واحدة منهم بشكل عشوائي. اوكي. عندنا مادة زي الانتاج، عندنا بيكون ليها محاضرة، تمام، بتاخد فيها الكلام بشكل نظري، وبعد كده بتروح تعمل في المعمل بتاعها تجارب عملية زي مثلا انك تسيح الحديد وتحطه في قالب وهكذا. طيب هتلاقي برضو بينزل بعد كل محاضرة شيتات. الشيتات دي بقى بيكون فيها كلام كده انت المفروض تملاه، تمام، بناء برضو على التجارب العملية اللي انت عملتها جوه المعمل. وفي اخر السنة بعد ما تكون مليت الشيتات دي وحلتها كلها بتروح تسلمها وبرضو بتتقيم عليها. اوكي.